السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد عاد المخيف من جديد محمد شريف. هل رجوع محمد شريف إلى الأهلي هيؤثر في أداء محمد شريف إن هو يرجع يبقى نجم من تاني ولا لأ؟ محمد شريف لعب مع نادي الخليج 59 ماتش، مسجل 9 أهداف وعامل 3 أسيستات. لعبش إلا ماتش واحد بس أساسي قدام الاتحاد وسجل فيه هدف. دي طبعا ارقام بالنسبه للمهاجم فهي مش احسن حاجه، لكن تعالوا كده نرجع بالزمن لورا ونقول لحضراتكم ايه اللي حصل في اداء محمد شريف. مكان النجم الاول لنادي الاهلي في الفريق في الدوري وفي بطوله افريقيا، اللاعب اللي بيلعب برجليه يمين وشمال اقوى من بعضهم، اللاعب الهداف السريع المهاري الصندوق، مهاجم الصندوق فعلا. بداية المشكلة يا سيد الفاضل بدأت من عند كيروش. كان شريف متألق في الأهلي وخدوا معاه المنتخب وقعدوا دكة ماتش، وقفوا على الخط كان هينزله وبعدين ما نزلوش رجعوا للدكة تاني. بدأت نكسة محمد شريف تبتدي. نفسيا اتدمر الراجل، خلاص ما بقاش عنده يعني نفسيا ان هو يلعب كوره. اخر موسم ليه مع الاهلي مسجل 14 هدف وصانع 4 اهداف. الاهلي باعه للخليج ب 2 مليون دولار ونص، لكن الراجل راح الخليج ومع احترامي الكامل يعني فرقه متواضعه جدا، حاولش ان هو يثبت نفسه. خلاص نفسيا اللاعب ما بقاش عنده، لدرجة ان اللاعب نزل ماتش الاتحاد جاب جون عظيم جدا. نزل ماتش هلال بديل في اخر تلت ساعة عمل هدف عظيم براسه في ياسين بونو. انتوا عارفين كلكم ياسين بونو يعني، وشاهدنا كلنا الهلال عمل انجازات في كأس العالم. لكن يشاء الأقدار ونادي الخليج يعلن رسميا رحيل المهاجم محمد شريف. لاعب بقى فري. طبعا الراجل رفض عروض كتير من الزمالك ومن بيراميدز وعايز يرجع الاهلي. شاءت الأقدار ورجع محمد شريف إلى بيته الأول النادي الأهلي. مسيرة اللاعب كانت عظيمة جدا من إنبي للأهلي، إنجازات كتير مع النادي الأهلي ب 29 عام، فيهم 180 مباراة، جيل 65 هدف مع 15. بتبين لك انه مهاجم. 4 مواسم مع النادي الاهلي من 2019 ل 2023. لقيت ان اللاعب بقى من الهدافين التاريخيين لمباراة الاهلي والزمالك، مسجل 7 اهداف. هل محمد شريف ده اللي كان موجود في الاهلي من 3 سنين؟ لك يا عزيزي المشاهد الاجابة لا. انت جايب محمد شريف ليه؟ عشان تقعده دكه ويبقى بديل تالت لوسام ابو علي وجلادي شار، ان خلاص اسد الحمله بقى بنسبه 99% مش موجود في الاهلي. ما رايك يا عزيزي المشاهد؟ متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.